اول ما الصيف يدخل علينا مفيش الا ايس كريم لازم يبقى موجود عندنا في الفريزر، نطلع منه كده وناكل يا سلام. وحاجه بقى بيتي معموله كده بروقان وبطعم حلو بصي، هنعمل النهارده ايس كريم بحليب مش هتدوقي زيه ابدا وبالميه. الايس كريم بتاعنا النهارده اقتصادي وسهل وبسيط في الخلاط على طول وبميه من غير لبن، وهنعمل بقى ايس كريم حليب مش هتدوقي زيه ابدا. وهنعمل كمان بالفراوله، وتقدري انتي تنوعي بقى زي ما انتي عايزه، موز، مانجا، جوافه، اي حاجه تقدري تعملي منها الايس كريم. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه، لو انتي لسه ما فعلتيش سر الجرس فعليه ودوسي على السبسكرايب، ويلا بينا ندخل على الوصفه. زي ما قلت لك النهارده وصفتنا اقتصاديه وفي الخلاط. هجيب الخلاط بتاعي، هنزل عليه بكوبايتين ميه، كوبايتين ميه عاديين خالص من الحنفيه من اي حاجه براحتك. هحط كوبايتين الميه بتوعي في الخلاط، وبعد كده هحط كريم شانتيه. معاكي حاجتين، يا اما تحطي اللي هو البكاوي الكريم شانتيه اللي بتبقى موجوده في السوبر ماركت اللي هي بتبقى محلاه دي، اللي هو بس الباكو الكبير، انزلي بباكو، او ان انتي تجيبي الكريم شانتيه اللي هو الخام. هتحطي كوبايه، يبقى باكو كبير من الكريم شانتيه او كوبايه من الكريم شانتيه اللي هو الخام. انا حطيت الباكو كله، الباكو ده كان الباكو الكبير، حطيت الباكو كله. وبعد كده هنزل بقى بالسكر البودر. انا عندي هنا نزلت ب3 معالق كبار هرميين من السكر البودر، كان يعني مش مسكر قوي ويعني مظبوط بالظبط. طيب هتحطي الخام، يبقى تكتري السكر بتاعك مثلا ل6 معالق او حاجه من السكر، عشان انتي حاطه خام. انا هنا حاطه محلى وحاطه 3 معالق. الطعم بقى اللي هيوديه في حته تانية خالص هي النص كوبايه دي، نص كوبايه من القشطه اللي هي وش اللبن، هتديكي طعم حليب رهيب. بصي، انا احلى حاجه بعشقها في الايس كريم هو الايس كريم الحليب لما يبقى معمول مظبوط. فتخيلي بقى الحليب بتاعك متنغنغ بالقشطه، فهيديكي دسم وطعم وحاجه كده مش قادره اوصفلك عليها. هنضرب بقى الخليط بتاعنا ده كله كده في الخلاط لحد ما الكريم جانتيه كله يندمج كده وتحسي ان القوام بقى كريمي. بوقف الخلاط، مش عايزه تستخدمي الخلاط وعايزه تستخدمي المضرب اليدوي، ما في قصدي المضرب الكهرباء، فمفيش مشكله اشتغلي بالمضرب الكهرباء اللي يريحك اشتغلي بيه. هفضل بقى اضربه كده لحد ما ياخد وقت ويبقى زي ما انت شايفه كده، يبقى كريمي كده شويه. مش قادره اوصفلك اصلا ريحته عامله ازاي، والله طعمه رهيب. عايزه تزيدي غناوه وتعمليه بالحليب مفيش مشكله، انا عملته النهارده اقتصادي وطعمه كان حلو جدا. هاخد بقى نص المعيار ده وهحطه في علبة كده. انا هقسم المعيار لنصين عشان خاطر ان انا هعمل عملت بالحليب سادة زي ما انتي شايفة كده، وهعمل بقى بالفراولة. حطيته في العلبة وهغطيه وهدخله الفريزر. يعني بصي بقى 5 6 ساعات كده. انا عايزة اقولك ان هو قعد عندي في الفريزر يومين، يعني انشغلته كده ونسيته خالص في الفريزر، قعد يومين. اللي اتبقى بقى في الخلاط احنا خدنا نص المعيار عملنا بيه حليب، النص التاني هنعمل بيه الفراولة. انا عندي هنا فراولة متفرزة في الفريزر، طلعتها بس قبل ما استخدمها بربع ساعة كده عشان تفك سنة، ما تفكش خالص، تفك حاجة بسيطة قبلها بنص ساعة كده. طبعا عندك فريش اغسليها ودخليها في الفريزر شوية تجمد معاكي، يعني تجمد شوية. وسايسي بقى الخلاط بتاعك كده واحدة واحدة، وتقدري على فكرة تستخدمي الايس كريم الاطعم، يعني تقدري ان انت تستخدمي الكبه كمان، هتبقى اسهل من الخلاط. بس بالراحه كده مع الخلاط واحده واحده، وتقلبي بالمعلقه لحد ما كله يتضرب ويبقى تمام معاكي. عشان كده لازم تطلعي الفراوله من قبل، يعني ما تطلعهاش من الفريزر على طول، خصوصا لو انت مفرزوها بقالك مثلا فتره. ما ينفعش انك تطلعيها وتضربيها على طول، سيبيها تفك حوالي ربع ساعه كده وبعدين استخدميها. مش قادره بقى اوصفلك الجمال والطعم، طعم الفراوله، طعم الفراوله غني بقشطه وفراوله، مش بالصوصات ولا اي حاجه، لا فراوله فراوله. بصوا بقى القوام عامل ازاي، رهيب. ده قوام الفراوله. هضرب بقى في الخلاط لحد برضو ما يبقى كريمي معايا، وبعد كده هجيب علبه بقى وهفضي الخليط بتاع الفراولة ده، وبرده هدخلها التلاجة الاتنين، قصدي الفريزر، انا اسفة، هنحطها في الفريزر لحد بقى ايه ما تجمد معايا كده. وتعالي نشوف بقى الجمال ده بعد ما يجمد بقى معانا هيبقى عامل ازاي، مش قادرة اوصفلك على جماله. لو وصلتي بقى للمقطع ده ولسه ما دوستيش على اللايك، فما تنسيش اللايك وما تنسيش السبسكرايب. بتتفرجوا وما بتدوسوش سبسكرايب، دوسي على السبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان اي فيديو او وصفة انزلها لكم تعجبكم ان شاء الله. وهستنى بقى رايكم وتفاعلكم في الكومنتات.
خلصت كده الكميه، اديتها كده كام تخبيطه عشان اسوي الوش بتاعها عشان ما تبقاش مدحرجه يعني كده، وهغطيها وهدخلها الفريزر على طول. تعالي بقى نطلعهم من الفريزر ونشوف الجمال. انا طبعا قلتلك انا نسيتها يومين، الايس كريم ده قعد في الفريزر يومين، فعشان اطلعه بسهوله حاطه ميه سخنه في الكوبايه اللي جنبي. بصي هنا الحليب رهيب، الحليب والفراوله ريحته، وخصوصا الحليب انا بعشق ايس كريم الحليب بصراحه، ريحتهم حلوه قوي. حطيت ميه سخنه كده عشان اطلع على طول. ومعلقه الايس كريم يا جماعه عندي مكسوره، فايه استخدمت المعلقه العاديه خالص. الجيش قال لنا اتصرف، يعني مش هتقف على معلقه الايس كريم، بمعلقه الاكل العادي بتلف معاكي وتحفه وزي الفل. بصي الجمال، ادي ايس كريم الحليب، بصوا تحفه. طلعنا ايس كريم الحليب. تعالي بقى ايه نحط ايس كريم الفراوله. بحط المعلقه بتاعتي في الميه كده ان هي بس تسخن المعلقه شويه، وبعد كده بطلع بيها. طبعا انتي لو قعدتيها بس 5-6 ساعات هتبقى اسهل لك من اللي انا عملته ده خالص. هطلع بقى كده، حطينا الفراوله، كل واحد بقى واخد كوبايه. عندي حتى ما جبتش اطباق ايس كريم يا جماعه، ادي الكوبايه الصغنونه دي بتاعت القهوه، ما بستخدمهاش اساسا عشان صغيره قوي، فلازم نستغلها. وحطيت فيها ايس كريم عادي يعني، اي حاجه بتأدي الغرض. ادي الحليب وادي الفراوله. بصوا بقى مش قادره اوصف لكم بجد هو عامل ازاي. هسيبكم انتوا تجربوا وترجعوا تقولوا لي ايه الاخبار. اظن ايس كريم اقتصادي وبسيط وسهل، وفي 5 دقايق في الخلاط هتكوني عامله بقى، يعني اعملي وليمه ايس كريم. اعملي بقى فراوله، مانجا، موز، كانتالوب، خوخ، براحتك، عيشي زي ما انت عايزه. هخلص بقى كده الكميات كلها. اعملي بقى يعني على كل فرد كده ياخد الكوبايه بكام بوله حلوه. تخيلي بقى انت لو اشتريتي كميه الايس كريم دي من بره هتكلفك كام، مع ان هي في البيت ما كلفتناش اي حاجه تماما. شويه الميه والكيس الكريم شانتيه، او لو انت عندك كريم شانتيه خام، وسكر بودره، والطعم والنكهه اللي انت عايزاها. والقشطه، القشطه السر كله في ايس كريم الحليب في القشطه اللي احنا بنحطها. نص كوبايه كده من القشطه، مش لازم حتى المعلبه، القشطه اللي هي من وش اللبن هتديكي برضو نفس الغرض وهتبقى تحفه. بتدي نكهه وغناوه للحليب، بتديله نكهه حلوه قوي. فما تستغنيش عن، يعني نقطة القشطة دي مهمة قوي بجد، من الحاجات اللي هتميز الايس كريم بتاعك هي نص كوباية القشطة اللي احنا هنستخدمها. بصوا بقى الايس كريم مجزع كده ومش قادرة اوصف لكم هو عامل